يستطيع لا نقجع وهو دمية المخزن في هذا الإطار. لا تستطيع الدمية يا عماد أن تفرض على القائد والقبطان مثل ما اختاروا تسمية للتميمة. إذن السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنا شفنا الخبر البارح ديال الجامعه الملكيه فاش قالت الافراد ديال المنتخب المحلي او المنتخب الاقل من 23 سنه اللي كان غادي يشارك في الجزائر انهم الافراد ديالو انهم يلتحقوا بالانديه ديالهم. هاد الافراد هادو بالفعل تم تطبيق يعني القرار ديال الجامعه الملكيه، وهذا اللي كيعطينا واحد المفهوم مباشر على ان المغرب ما غاديش يشارك. علاش؟ حيتاش الكاف ما عطاتوش الرد، وحيتاش الجزائر كانت رافضه ان الطياره المغربيه تخترق الاجواء ديالها. دونك هذا هو الاساس اللي كان قال عليه القجع بالحرف، بانه اذا ما كناش غادي نمشيو بالطياره ديالنا من المطار ديال الرباط الى قسطنطينه فلا داعي للمشاركه في هاد الشان. هذا الشيء هذا اللي خلى الاعلام الجزائري انه يثور ويجن جنونه. هذه المره غادي تشوفوا الاخوان ولاو تيوصفوه بالدميه. كما قلت لكم في الفيديو السابق، اللحم فاش ما توصلش ليه كتقول عليه بانه خانز. هذا هو الاعلام الجزائري واعلام الزريبه الجزائريه اللي قال على فوزي القجع بانه دميه. بالعكس، بان فوزي القجع هو من بين احسن الرؤساء في افريقيا، والدليل هو النجاح ديال المغرب بجميع مستويات كرة القدم، سواء النسائية وسواء ذوي الاحتياجات الخاصة، سواء كرة القدم على جميع المستويات، الأندية والمنتخب الوطني. وهذا اللي تتأكدوا النتائج وليس قول الزريبة كما يقال. إلا كان الضحك راه الضحك فيكم. غادي نشوفوا الإخوة الفيديو، سوى لأنها استدركت ما عجزنا عنه يعني في الترويج. المغرب يروجون للشان بطريقة جميلة جدا، بدليل أن اليوم كل الأفارقة وحتى ربما تعدت القارة الإفريقية ينصتون لما يحدث في هذه الدورة عن طريق الأشقاء المغاربة. شكرا، يعني أين هي الكاميرا؟ شكرا للقجع على أنه يعني يقوم بعمل جبار في الترويج لهذه الدورة. عودة إلى طريقة ترويجه لبى دعوة رشيد رجراج. رشيد رجراج قال لك نحتاج لترويج لهذه البطولة. هو روج ما استطاع ترويجه. إيطو أيضا نشكره بدورنا على ترويجه للشان، وعلى أوكالي أن يكافئوا هؤلاء عندما يحضرون إلى الجزائر، يكافئونهم على الأقل يعني بهدايا رمزية نظير ما قاموا به لهذا الترويج. أقول يا عماد، بالنسبة لهذا طريقة ترويج الأقجع للشان، ليس هناك أي بند قانوني واضح في القضية موضع الحديث. ليس هناك أي يعني نص قانوني يقول بضرورة فتح المجال الجوي لأي وفد ينطلق إلى البلد المضيف، لا لشيء سوى لأن هناك خلط بين السياسة والرياضة. غلق المجال الجوي الجزائري في وجه الملاحة المغربية يا عماد، هذا قرار سيادي أخذته الجزائر على عاتقها، وهي ماضية في تطبيقه، ولا أي يعني لا يستطيع لا نقجع وهو دمية المخزن في هذا الإطار. لا تستطيع الدمية يا عماد أن تفرض على القائد والقبطان مثل ما اختاروا تسمية للتميمة. نحن يعني قبطان، والدمية لا تستطيع أن تفرض على القبطان يعني شروطها. لذلك يا عباد، أنا من وجهة نظري الخاصة مثل ما كان يقول رشيد، المجال الجوي الجزائري الذي غلقته السلطات الجزائرية بقرار سياسي لا علاقة له بالرياضة يبقى في المجال السياسي. وعندما ذهبت المغرب إلى الكان مثل ما قال رشيد، من المفروض أن الإرسالية تكون في شكل تظلم، والتظلم يأتي بعد أن تراسل الجهات المختصة وترفض تلك الجهات، ثم أذهب لأتظلم عند الحكم الفيصل بيننا هو الكاف. المغرب لم يقم بهذه الخطوات، وعلى الجزائر أن ترجع الدمية إلى هذه القوانين. يعني ربما القجع أراد أن يقول لك أنا قوي، أنا نروح ديريكت للاتحاد الإفريقي. لكن هناك أخلاقيات في المراسلات والتعامل. على الجزائر أن تعيد تلك الدمية إلى نصابها، يعني ترد على الكاف بأننا لم نتلقى ولا طلب من الجهات المغربية بضرورة فتح المجال. إلى أن يحدث ذلك سوف نجيب هذه الجهات.
ويعني في نهاية المطاف القرار السيادي تأخذه السلطات الجزائرية وفق ما يعني تراه يعني يتوافق مع سياستها التي انتهجتها. لذلك يا عماد لا يجب أن نتوقف عند هذه الخزعبلات الدميوية. نحن ماضون في تنظيم هذه الشان. مصطفى قال كلام جميل وأنا قلته في الحصة الماضية. الشان يعني نحن ماضون في تنظيم الشان بالدمية أو بالدب أو بغيره. الجزائر ماضية في تنظيم هذا الشان. أنا برأيي أعتقد بأنني أشاطر تماما رأي الصديق العزيز فريد في هذا الاتجاه. علينا ألا نأبه بكل ما يقال وما يحاك وما يتم الحديث عنه وما يشاع أيضا عن هذه المسابقة. نحن نعلم جيدا بأن الجزائر مستعدة، هناك لجنة منظمة وهناك هيئة أيضا تشرف على هذه المسابقة، تؤمن بإمكانيات الجزائر. أظهرت الجزائر ما لديها من قدرات حتى الآن، وكانت سباقة قبل ذلك في ألعاب البحر المتوسط التي أعطتها بعدا آخر وصبغة جديدة. اليوم الجزائر أيضا تقفز بهذه المسابقة التي ربما كانت من الصنف الثاني أو الثالث في هرم المسابقات الكروية الأفريقية أو في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حتى وإن كان على الأرجح أو مستعدة. أعرف جيدا. إذا الإخوان هذا الشيء اللي هضر عليه هذا الإعلامي ديال الزريبة المجاورة الحسن سوء الحظ أننا جينا حداها، قال بأنه درنا لهم إشارة. الإشارة الإخوان الأكبر هو إلى حضرات المغرب لهذه التظاهرات. المغرب هي اللي دارت مجموعة من الأشياء وحققت مجموعة من الإنجازات اللي ما عمر أي فرقة في الإفريقية ولا في العرب حققتهم. دونك إلا مشات حضرات هنا فين غادي يكون الإشهار الأكبر. عقلية ديال الزريبة قالت بأن الإشهار داروا لها فوزي القجع، بالعكس بأن الإشهار غادي يكون إلى حتى الرحال المنتخب المغربي الرحال في قسطنطينة، تما غادي يكون الإشهار للتظاهر أكثر. علاش؟ بأن المنتخب المغربي هو الأول اللي حقق الصعود إلى دور نصف نهائي في كأس العالم، إضافة على أن المنتخب المغربي مصنف 12 عالميا، يعني من 12 الكبار ديال العالم. إلا حضر تما غادي تكون عند التظاهرة طعم آخر. هذا اللي ما بغاش يحققوا لكم فوزي القجع الا بالشروط ديالو. ما قلت درتوا الشروط والاتحاد الافريقي ما قال الشروط، دونك المشاركه في هباء الريح. شكرا فوزي القجع، شكرا المملكه المغربيه اللي ما كدير شي حاجه الا بدراسه وبنظره اللي هي رؤيه اللي هي بعيده. شكرا بزاف ونفتخر باننا مغاربه. شكرا لكم، نتلاقاو في